السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الخامس، أهلا وسهلا بكم يا شباب. النهاردة هنحل مع بعض تدريبات القواعد النحوية أنواع الخبر من صفحة 162 لصفحة 170. تدريبات الدرس كله. نقول بسم الله. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. عندنا أول نشاط بيقول لك اقرأ ثم أجب. المعلم البارع محبوب، الذي يدافع عن وطنه مخلص، اللاعب سريع بالكرة. الخبر في الجملة هنا كلمة محبوب في الجملة الأولى، والخبر في الجملة التانية كلمة مخلص. هنا بيقول لك هنا مخلص أهو. طيب رقم 3، الخبر في الجملة رقم 3 اللاعب سريع، يبقى كلمة سريع. الخبر في الجملة هو الذي بيتم به المعنى مع المبتدأ. عندك نشاط 2، الشمس مشرقة والفتيات مهذبات والكتابان مفيدان والمهندسون بارعون. دي كلها يا شباب مبتدأ وخبر طبعا، ودي كلها خبر مفرد، نوع مفرد. الجمل السابقة جمل اسمية عشان بدأت بألف ولام. بص على أول كلمة في الجملة لقيت فيها ألف ولام، إذا هي جملة اسمية، يبقى دي كلها جمل اسمية. الكلمات الملونة إعرابها إيه؟ هتقول له خبر. الشمس مبتدأ ومشرقة خبر، الفتيات مبتدأ ومهذبات خبر. الخبر في الجمل السابقة بيتكون من كلمة واحدة زي ما أنت شايف، مشرقة مهذبات مفيدان بارعون. نوع الخبر هتقول له خبر مفرد. نستنتج ان الخبر المفرد هو ما دل على ايه؟ على المفرد، ليس به ضمير وليس جملة او شبه جملة. دي صفحة 162. صفحة 163 عندك تدريب نشاط 3، بيقول لك هنا القراءة فوائدها عديدة. عند الخبر فوائدها عديدة، وده خبر جملة اسمية عشان خاطر فيها ضمير. المجتهدون هم المتفوقون، هم المتفوقين، دي خبر جملة اسمية عشان فيها ضمير اهي يا شباب. يبقى الخبر في الجملتين أكتر من كلمة. يبدأ الخبر في الجملة الثانية باسم. الضمير في الجملتين بيعود على المبتدأ الأول. طبعا الهاء ده عايدة على القراءة يا شباب. نستنتج مما سبق أن الخبر في الجملة الاسمية يتكون من مبتدأ وإيه؟ يتكون من مبتدأ وخبر. دي مبتدأ ثاني، وعديدة دي خبر يا شباب. ولا بد المبتدأ الأول من الضمير يتصل به أو ضمير منفصل يعود عليه. تعالى هنا نشاط 4، المعلم بيحب الطلاب. هتقول له هنا الخبر في الجملتين فعل. عندك يحب اهي، دي جملة فعلية، ويمارس جملة فعلية. طيب في الجملتين السابقتين هتقوله لا يوجد رابط بين المبتدأ والخبر. نوع الخبر في الجملتين هتقوله جملة فعلية. نستنتج ان الخبر الجمله الفعليه بتتكون من فعل وفاعل، وبيكون معه ضمير بيربط بينه وبين المبتدا. دي صفحه 163. تعالى على صفحه 164. نشاط 5، اقرأ ثم أجب. المهندس في العمل، المعلم بين الطلاب. الخبر في الجملة الأولى هتقول له جر ومجرور في العمل. بين الطلاب ديت ظرف. الخبر في الجملتين السابقتين شبه جملة. طبعا احنا عارفين ان شبه جملة بيجي جر ومجرور أو ظرف. الخبر الشبه جملة لا يحتاج لرابط. نستنتج ان الخبر الشبه جملة جار ومجرور أو ظرف. تعالى هنا على النشاط 6، ده خط تحت الخبر في الجمل. الأبرار وحدد نوعه. تعالى هنا بيقول لك الأبراج مرتفعة. أنا عندي هنا مرتفعة دي الخبر، ودي خبر مفرد. البيت غرف واسعة، طالما بصيت فيها ضمير هنا يبقى جملة اسمية. القلب بينبض، ينبض ده فعل يبقى جملة فعلية. عمر في المدرسة، دي شبه جملة جر ومجرور. محمد أمام الباب، أمام الباب ده شبه جملة ظرف. وقف الشاشة لحد ما تنقل براحتك وشغل الشاشة تاني. الأسد بيصيد فرائسه. أنا عندي يصيد فرائسه دي الخبر، وده خبر جملة فعلية. الفلاحان في الحقل نشيطان. أنا عندي فلاحان نشيطان، ده خبر مفرد. النهر عذب، هتقوله برضو خبر مفرد. الجنود الشجعان خلف القائد. خلف القائد دي حبيبتي شباب دول شبه جملة ظرف. انطلاق الرحلة صباحا صباحا شبه جملة ظرف. دي صفحة 164. تعالى على صفحة 165. لك هنا ضع خط تحت الخبر في الجمل التالية ثم حوله إلى ما هو مطلوب من القوسين. جملة فعلية. الله رحمته واسعة، دي جملة اسمية هخليها الله يرحم. الله يرحم يبقى دي جملة فعلية. المعلم يتقن عمله، يبقى عايزة اخليها مفرد يبقى المعلم متقن. الغابة عالية الأشجار، عايزة اخليها جملة اسمية يبقى الغابة أشجارها عالية. الجنود منتصرون، عايزة اخليها جملة فعلية يبقى الجنود ينتصرون، دي جملة فعلية. اخي مسافر غدا، دي جملة اسمية. انا عايزة اخليها جملة اسمية يبقى اخي سفره غدا، يبقى انا حطيت هنا ضمير. آيات الله تظهر في كل شيء، خبر مفرد هقول له آيات الله مظهرة. خلاص دي صفحة 165. تعالى كده مع بعض على صفحة 166. أنشطة الدرس. السماء صافية، الفلاحان نشيطان، العمال مجدون في عملهم، الفتيات مهذبات، أنت ذو خلق طيب. الجمل السابقة جمل كلها اسمية لأنها بتبدأ باسم وتتكون من مبتدأ وخبر. الاسم المرفوع في أول الجملة بيسمى مبتدأ، ده كله مبتدأ.
الخبر في الجملة الأولى كلمة صافية، السماء مبتدأ وصافية خبر، وعلامة رفعه إيه؟ هتقول له طبعا مرفوع بالضمة هنا لأنه مفرد. طب الخبر في الجملة التانية كلمة نشيطان، وهتقول له علامة رفعه الألف لأنه مثنى. الخبر في الجملة التالتة هتقول له مجدون، وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. الخبر في الجملة الخامسة هتقول له ذو، أنت مبتدأ وذو خبر، يبقى ذو هنا دي الخبر ودي مرفوعة بالواو لأنها اسم من الأسماء الخمسة. اختار الإجابة الصحيحة. الخبر في الجمل هتقول له السابقة هتقول له اسم. هنا بيقول لك ضع خط، الشجرة ثمارها ناضجة، قال لك طلع الخبر وحدد نوع. المسؤول يدرس قراراته، يدرس قراراته دي جملة فعلية، خبر جملة فعلية. جدول الأعمال مزدحم، مزدحم ده خبر مفرد. الالتزام فوائده عظيمة، فوائده عظيمة ده خبر جملة اسمية عشان فيها ضمير. اللافتة على الحائط هنا خبر على الحائط، هنا شبه جملة جر ومجرور. الاجتماع صباحا شبه جملة ظرف. ده خبر تحت مفرد مناسب، واذكر علامة الرفع. العلماء تقول له ماهرون، وده مرفوع بالواو. اللاعبان نشيطان ومرفوعة بالالف لانها مثنى. المذيعات مجدات مرفوع بالضمة. الثمرة هتقول له مثمرة او ناضجة، ودي علامة رفعها الضم. ثبت الشاشة لحد ما تنقل براحتك. التلميذ ملابسه نظيفة. المبتدأ في الجملة الثانية يا شباب هتقول له كلمة العمال، والخبر اللي بيتم المعنى هتقول له عملهم متقن. دي صفحة 166. ثبت الشاشة وانقل براحتك. صفحة 167. المبتدأ في الجملة الثالثة هتقول له التلميذات، والخبر أخلاقهن حسنة. يبقى إذا الخبر في الجمل السابقة كان خبر جملة، نوع الخبر جملة اسمية لأنه بيبدأ باسم، وده ضمير متصل بضمير. طيب استنتج ان الخبر اذا بدأ باسم متصل بضمير بيكون نوعه خبر جملة اسمية. ضع خط تحت الخبر وارسم دائرة. الشمس أشعتها محرقة، أشعتها هنا خبر جملة اسمية وفيها ضمير اهيت. الكتب فوائدها كثيرة خبر جملة اسمية. العلماء علمهم نافع برضو فيها ضمير اهيت تبقى جملة اسمية. المنشد هو أعزب الأصوات، هتقول له هنا هو برضو جملة اسمية. هنا بيقول لك حدد وضع خط تحت الخبر الجملة الاسمية ثم حدد ركنيه والرابط كالمثال. هتقول له هنا الحاسوب فوائده كثيرة. هنا طبعا المبتدأ الثاني كلمة فوائد، وخبر المبتدأ الثاني هتقول له كلمة كثيرة، والرابط هنا الهاء. هنا العلماء خدماتهم جليلة، خدمات دي المبتدأ الثاني، وجليلة خبر المبتدأ الثاني، والضمير هم. عندك هنا الصديقان تعاونهما رائع، تعاون هنا ده المبتدأ الثاني، والضمير هنا هما، وخبر المبتدأ الثاني هتقول له كلمة رائع. هنا البنات عملهن متقن، هتقول له عمل ده المبتدأ الثاني والضمير هن، والمتقن دي الخبر يا شباب. هنا يا بطل بيقول لك المعلم بيشرح والعالم يتقدم والولد تحسن خطه. المبتدأ في الجملة كلمة المعلم، والخبر يشرح، والمبتدأ في الجملة الثانية العالم، والخبر يتقدم، والولد دي مبتدأ، وتحسن خطه ديت خبر الجملة الثالثة. يبقى الخبر في الجملة السابقة بيبدأ بالفعل، وطبعا بيكون ضمير مستتر، وفي الجملة الثالثة باسم ظاهر. يبقى نوع الخبر جملة فعلية بيبدأ بفعل وفاعل. نستنتج ان الخبر اللي اذا بدأ بفعل بيكون نوعه خبر جملة فعلية. هنا يا بطل بيقول لك الضمير، بيقول لك استخرج الافعال، هتقول له القمر سطع نوره، ده الفعل هنا سطع، وده ضمير مستتر تقديره هو. وعندك برضو يمنح، وعندك نجح، دي كلها الافعال هتكتبها هنا، وده ضمير مستتر برضو تقديره هو. اكمل ب خبر جملة فعلية وحدد ركنيها. التلاميذ هتقول له ينجحون. العاملتان تعملان بجد. الشمس تشرق. الفعل هنا هتقول له ينجح، والفاعل واو الجماعة. الفعل تعمل، وألف الاسنين دي الفاعل، وعندك الفعل تشرق، وعندك الفعل هنا ضمير مستتر. دي صفحة 167. ثبت التليفون، ثبت شاشة التليفون لحد ما تنقل يا حبايبي وشغلوها تاني. بيقول لك هنا حول الجملة الفعلية إلى اسمية ثم حدد الخبر ونوع. ينبت الله الزرع، ينبت الله الزرع، هتقول له هنا عايزة اخليها جملة اسمية، يبقى الله ينبت الزرع، دي خبر جملة فعلية. ركب المسافرون القطار، هخليها جملة فعلية. المسافرون هحولها بقى، هقول المسافرون ركبوا القطار، وتبقى هنا جملة فعلية. انتهزت التلميذات الفرصة، عايزة اخليها جملة، هقول له التلميذات انتهزنا الفرصة، يبقى هنا خبر جملة فعلية. هنا بيقول لك اجب عن الاسئله. الجمله في الجمله الاولى هنا القائد امام الجنود، هتقول له القائد المبتدا، والخبر كلمه امامه، والمبتدا هنا في الجمله الثانيه كلمه القرد، والخبر على الشجره، والمبتدا هنا كلمه الاستيقاظ، والخبر صباحا. يبقى الخبر شبه جمله، ممكن يجي ظرف زمان او ظرف مكان او جر ومجرور. ضع خط تحت الخبر شبه جمله وضحه.
الوقت من ذهب، انا عندي من ذهب ده هي خبر جمله، خبر شبه جمله جر ومجرور. صباحا خبر شبه جمله ظرف. بين الصفوف خبر شبه جمله ظرف. على المائده خبر شبه جمله جر ومجرور. اكمل بخبر شبه جمله كما هو مطلوب. حط جر ومجرور تقول له العلم من النور. حط ظرف مكانه تقول له الطيور فوق الشجره. حط جر ومجرور الانصراف في الوقت المحدد. حط ظرف زمان النوم مساء. أكمل الجمل الآتية بما هو مطلوب أمامها. حط خبر جملة فعلية احترام الوقت بينفع صاحبه. النجاح منافعه كثيرة دي جملة اسمية خبر جملة اسمية. المقال عايز خبر شبه جملة جر ومجرور هتقول له في موعدها. الطائرة فوق السحاب ده خبر شبه جملة ظرف. هنا يا بطل هتقول له الطائر جميل الشكل هتقول له الطائر شكله جميل. أنا كده خليت خبر جملة فعلية خبر جملة اسمية. المؤمن رحيم القلب. الرياضة عديدة الفوائد يبقى الرياضة فوائدها عديدة. عين الخبر في الجمل. العمال منتجاته ماهية خبر جملة اسمية هنا اسمية. تحديث المنتج يتطلب الأخذ بمقاومات. يتطلب الأخذ هنا جملة فعلية. أمة العرب قادرة على النهوض. على النهوض هنا جار شبه جملة جار ومجرور شبه جملة. الثقة بالنفس من أهم أسس بناء الشخصية هتقول له هنا من أهم أسس. طيب حول الخبر الجملة الاسمية الفعلية والعكس يعني مع تغيير ما يلزم. المبدعين أفكارهم متجددة يبقى المبدعون تتجدد أفكارهم. الإيمان الإيمان قدره عظيم يبقى الإيمان تعظم قدره. دي يبقى هنا حطيت خبر جملة فعلية. الشباب طباعهم مختلفة ده خبر جملة اسمية عشان فيها ضمير هيت فأنا عايزة أخليها فعلية يبقى الشباب تختلف طباعهم. الاهتمام بالبيئة مظاهره عديدة يبقى الاهتمام بالبيئة تتعدد مظاهره. ودي خبر جملة خبر جملة فعلية. دي صفحة 168 صفحة 169. بيقول لك اجعل الكلمات ديت خبر. هقول له هنا أبوك ذو علم. هقول له هنا المدير بين العمال. الناجحون يحققون أهدافهم. المديرة قراراتها حاسمة. طيب الطعام هقول له الطعام لذيذ يبقى كده كملت بخبر مفرد. العمال ماهرون. الطبيب ناجح. وقف يا حبايب الشاشة لحد ما تنقل. الرياضة هتقوله فوائدها كثيرة دي خبر جملة اسمية. الأسرة مظهرها جميل خبر جملة اسمية. الشمس ضوئها ساطع خبر جملة اسمية. هات خبر جملة فعلية. العلم ينفع صاحبه. الأزهار تتفتح ربيعا خبر جملة فعلية. الصادق يقول الحق. ضع خبر شبه جملة جر ومجرور. التلاميذ في الفصل. الفلاح في الحقل. النظافة من الإيمان. ضع خبر شبه جملة ظرف في المكان. الكتاب فوق المكتبة. المدرس بين التلاميذ. الطائرة فوق السحاب. حول الخبر المفرد إلى جملة والخبر الجملة إلى خبر شبه جملة. البطل متغير بأعماله. هنا بيقول لك ايه متميز بأعماله يبقى البطل يتميز بأعماله يبقى دي جملة فعلية. الفلاح خرج إلى الحقل تقول له الفلاح يخرج. المؤمنون مخلصون. المؤمنين يخلصون يبقى دي جملة فعلية. القاهرة تاريخها عظيم ده خبر جملة اسمية خلاها فعلية يبقى القاهرة عظيمة التاريخ. المعرفة تنفع صاحبها تبقى المعرفة منفعة لصاحبها. الطلاب يجدون. الطلاب مجدون. وده الضبط اهو. هنا بيقول لك اعرب. ابوك مبتدا مرفوع على رفعه الواو لانه اسم من الاسماء الخمسه. خبرات هتقول له هنا مبتدا ثاني مرفوع على رفعه الضمه. والهاء ضمير متصل مبني في محل جر ومضاف اليه. وكثيره هنا خبر مرفوع على رفعه الضمه. وخيراته كثيره دي في محل رفع خبر مبتدا الاول اللي هي كلمه ابوك. التعليم مبتدا مرفوع على رفعه الضمه. يطور فعل مضارع مرفوع على رفعه الضمه. الذات مفعول به منصوب على نصبه الفتح. الاختبارات مبتدا مرفوع على رفعه الالف لانه مثنى في حرف جر. والكتاب اسم مجرور. وسائل المواصلات وسائل مبتدا مرفوع على رفعه الضمه. قال لك هنا وسائل النقل مضاف اليه مجرور على مجرور الكسر. حرصا على راحه الانسان على حرف جر وراحه اسم مجرور على مجرور الكسر. خبر واذكر نوعه هتقول له فيه تطور وده خبر شبه جمله جر ومجرور. فاعل وبين علامه رفعه العلماء وعلامه رفعه الضم. اسم اشاره هقول له هذه. اسم معرفه واخر نكره هتقول له المعرفه هتقول له العصريه والنكره هتقول له ميسورا. بين نوع الخبر في الجملة. وسائل المواصلات متطورة خبر مفرد. وسائل المواصلات في تطور سريع يبقى ده خبر شبه جملة. وسائل المواصلات تتطور سريعا ده جملة فعلية. وسائل المواصلات تطورها سريع دي جملة اسمية. وسائل المواصلات سريعة التطور ده خبر مفرد. دي صفحة 169. صفحة 170 يا شباب. ثبت التليفون لحد ما تنقل. ثبت الشاشة لحد ما تنقل إجابتك يا حبايبي. كلام مفعول به منصوب بالفتحة. من الآخرين اللي بيجي بعد حرف الجر اسم مجرور على مجريه هنا الياء.
طيب خبر مفرد هتقول له كلمة فن، اذكر علامة اعرابه تقول له الضمة. خبر جملة اسمية تقول له يستفيد او في وعي يستفيد. خبر شبه جملة هتقول له من سمات، اهي من سمات جر ومجرور. اسم اشارة تقول له ذلك. اسم معرفة تقول له كلمة الانصات. والنكرة اي كلمة فيها تنوين رغبة هنا مثلا. طيب جمع المذكر السالم المتميزين، وهنا هتقول له مضاف اليه مجرور على مجره الياء لانه جمع مذكر سالم. ابيك طيب القلب يبقى ابوك. هنا هم قادة خبر مرفوع على رفعه الضمه. بين الناس اللي بيجي بعد الظرف بيبقى مضاف اليه مجرور على مجره الكسر. جمع مذكر سالم المعلمون، وده مبتدا مرفوع بالواو. اسم نكره مؤثرون، والمعرفه المدارس جمع تكسير المدارس. التسامح خلق عظيم، هتقول له الخبر في الجمله نوع مفرد. المعلم في الفصل نوع الخبر في الجمله مفرد، هتقول له خطأ ده شبه جمله جر ومجرور اهو في الفصل. الطبيعه مبتدا مرفوع على رفعه الضمه. بالحفاظ هنا اسم مجرور على مجره الكسره. هنا بيقول لك استخرج لي خبر مفرد، هتقول له مصدر. الطبيعه مصدر، بمصدر ده خبر مفرد. خبر جمله فعليه هتقول له تمنحه، فهي تمنحه الراحه. ذي الفضل محبوب، هتقول له ذو الفضل محبوب. اكمل بما هو مطلوب بين القوسين الحديقه، هتقول له نظيفه، ده خبر مفرد. طيب الايمان في القلوب ده خبر شبه جمله. كده حبايبي وصلنا لنهايه الفيديو، ربنا ينجحكم جميعا. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه يا شباب، مع السلامه.